الوصفة اللي راح نشارككم فيها اليوم غالياتي راح نديرو الدوبارة حمص دوبل زيت. يعشقوها الرجال بزاف، يحبوا دوبارة تاع برا، وانا راني خممت فيكم جبت لكم الوصفة هكذا ما تزيدوش تشرو دوبارة من برا. السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي دايما مع الوصفات السهلة البسيطة الراقية العصرية والتقليدية. غالياتي قبل ما نبداو بلا فيديو ما تنساوش جام وتقدروا تبارطاجيو لا فيديو والقناة على مواقع التواصل لحباباتكم وصحاباتكم هكذا باش تعم الفائدة بيناتنا. اذا غالياتي بلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله على بركة الله. اول حاجه هنا نقع الحمص تاعي مده 12 ساعه مع شويه تاع ملح. شوفوا البنات، الملاحظه ولا التدبيره سميها كما تحبوا، معلومه نمدها لكم، الحمص يتنقع 12 ساعه مع شويه ملح، لا بيكربونات لا خميره الحلوى، غير شويه تاع ملح هكذا يكفي. والفول تنقعوه 24 ساعه. هذه تدبيره ولا ملاحظه نمدها لكم. اول حاجه بعد ما نقعت الحمص تاعي كما قلت لكم 12 ساعه، غسلت واحد زوج غسلات، بدلت له هذاك الماء، حطيته هنا في لاكوكوط. لازم نطيبوه في الكوكوط باش ما يديناش مده طويله في الطيب. هنا في الاشواط حكمت حبه تاع بصله قطعتها الى قطع بالشكل هذا، نضيفوا من زوج حتى 3 فصوص تاع ثوم للبصله. شوفوا البنات، الحمص اللي راح نعطيكم تاع اليوم بنين بنين. هاي في قناتي كاين عده وصفات تاع دوباره تاع الحمص وكامل هايلين وبنان، لكن تاع اليوم مختلفه وبنينه بزاف بزاف، فيها واحد الاسرار هايلين. انا متاكده اذا طبقتوا هذه الوصفه راح تعجبكم بزاف بزاف وبالاخص لازواجكم. بعد ما البصله ومعها 3 فصوص تاع الثوم، حكمت البصله تاعي حطيتها مباشره هنا مع الحمص هذاك اللي درته هنا في لاكوكوط. ضفت له تقريبا واحد ربع فنجان هكذاك، تقريبا واحد 4-5 مغارف تاع زيت، وزيد ضفت مغرفه صغيره تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل، ومعاهم الكمون. لازم الكمون البنات يجي في الحمص بنين، يجي هايل هايل، صدقوني وصفه ولا اروع. شوفوا الحمص هنا دركا كل وحده دير على حساب افراد العائله تاعها. انا درت كيلو لكن طيبتوش كامل، نحيت منه كميه كونجليت. دركا واش راح نديرو هنا، نمرقو نديرو كميه تاع الماء قسما نغطيو الحمص تاعنا زايد شويه، لانه راح يدينا تقريبا في البدايه راح يديلك 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. هنا باش تضمني الحمص تاعك راح يطيب لك، وقادر راح ديري حتى لساعه. نغلق على الطنجره تاعي ولا على الكوكوطه تاعي ونروح نحطها فوق النار، تفوت من 40 حتى ل 45 دقيقه. دوك على حسب الماء تاعك اذا كان منه عليه طيب مش راح يديلك بزاف، وعلى حسب ثاني النوعيه تاع الحمص تاعك اذا طيب. شوفوا بعد ما فات 45 دقيقه رجعت الحمص تاعي لقيته طايب. شوفوا بسم الله ما شاء الله، طاب لي زبده زبده يا البنات. الماء تاعي هنا يطيب، لكن لي الماء تاعها ما يطيبش تقدر دير بالماء تاع السعيده هكذا باش تضمن طيب تاع حمصها. بعد ما طابلي واش راح ندير، نحكم دركا كميه تاع الحمص راح نحطها في البول ولا في الطاس تاع الاشوار. ندير واحد زوج تاع غرارف بالشكل هذا باش ناشيهم، نزيدو نحيو معاهم غراف هكذا تاع من نفس لاصوص تاع الحمص ونروحو ناشيهم. شوفوا هذه الكميه تاع الحمص هي اللي راح تعطي للطبق تاعنا بنه ويجينا ملبي، يجينا يعني خاطر وثقيل، يجي حمص ولا اروع، عنده بنه مختلفه. قبل ما ناشيه راح نضيف تقريبا 4 مغارف كبار تاع الخل. هذا الخل اللي راح يلبي لنا الحمص تاعنا، اكيد راهو طايب مليح. كي ديروا الخل هذا راح يعطي له بنه، يجي فيه واحد الحموضيه واحد الطعم مختلف. بعد ما رحيت هذاك الحمص راح نضيفه مباشره هنا، نعاود نردوه هنا للطنجره تاعي بالشكل هذا. في المرحله هذه اللي تحب الحار تقدر ديروا في المرحله هذه كما درت انا، ونزيدوا نضيفوا نفس التوابل اللي درناه من المره الاولى، شويه فلفل كحل شويه كمون وشويه كركم باش يجي باللون اصفر. اللي تحب الحار تقدر ديروه في البدايه، طيب الحمص ديريه في البدايه. بعد ما طاب الحمص تاعي البنات زدت خليته يعني مع دوك التوابل اللي درتهم مع الفلفل يغلي واحد ربع ساعه هكذا. تبدا تقال المرقه تاعنا تاع الحمص ولا لاصوص راح يجينا كما قلت لكم ملبي، يجي طايب زبده زبده. درك هنا راح نقدموا الطبق تاعنا البنات، اكيد نفرغوا اللي نحبوا، نزيدوا نجبدوا هذاك الحار اللي يحب الحار، ونزيدوا هنا درك نقدموه مع شويه تاع بصله تكوني قطعتها الى قطعه صغيره، وشويه تاع دبشه ولا شويه معدنوس. تقدري ديري الطرشي اذا عندك الطرشي في الدار، ونزيد نزينو بشرائح تاع الليمون والهريسه اللي يحب الحار، واكيد زيت زيتون. هذه لازم راح تكون في الدبار، سواء الدباره تاع حمص ولا الدباره تاع الفول. علاه سميناه دوبل زيت؟ لانه نديرو الزيت في المقدمه ولا في البدايه تاع الطنجره تاعنا، ونزيدو في الاخير من الفوق بالشكل هذا. كما قلت لكم غالياتي سماوه دباره حمص دوبل زيت، لانه في المقدمه شتو كي بدينا نديرو الزيت ولا نطيبو درنا تقريبا نص فنجان تاع زيت، وفي الاخير نزيدو له من كميه مليحه تاع زيت الزيتون.
اذا غالياتي هنا نكونوا خلصنا لا فيديو ولا وصفتنا لنهار اليوم اللي هي دوباره حمص دوبل زيت طبقي شهي شهي لبنان. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، واكيد اذا جربتوه تقدروا تخليوا لي رايكم في الوصفه وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وفي الاخير ما تنسونيش البنات بجام اكيد تقدروا تبارطاجيو لا فيديو على مواقع التواصل لحباباتكم وصحاباتكم. في الاخير ما تنسونيش ندعوك الخير.